السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد النهاردة. خلاص احنا دخلنا على فصل الخريف، وفصل الخريف معروف طبعا ان بيبقى فيه تقلبات جوية. اوقات بيبقى حر وايام بيبقى فيه امطار. طبعا كمان شفنا امبارح الفجر كان فيه امطار على محافظة اسكندرية. ولاحظنا في ال15 سنة الأخيرة وقت الشتاء والصيف وكل فصول السنة طبعا وقتها اتغير. طبعا كنا بنشوف بقى الشتاء بيبدأ من شهر 10، والربيع في شهر 3، وبنشوف كمان رياح ال50. لكن دلوقتي بقى فيه لخبطة في المناخ وتغيير في المناخ. وحضراتكم شفتوا طبعا في شهر 8 تم غلق جميع شواطئ اسكندرية، وده طبعا بسبب الأمواج العالية. وده أول مرة يحصل في اسكندرية، وده طبعا بسبب اختلاف وتغيير المناخ. وبتشهد محافظة اسكندرية مع حلول فصل الخريف مجموعة من النوات وتقلبات جوية حادة من الأمطار الغزيرة ورياح قوية، وده طبعا بيأثر بشكل مباشر على حركة البحر. وبتحرص الأجهزة التنفيذية على إعلان مواعيد النوات بدقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومساعدة الأهالي في الاستعداد المسبق لتجهيز الشنايش والمعدات. وبالنسبة لمواعيد نواة اسكندرية بحسب جدول هيئة ميناء اسكندرية، تبدأ النواة في شهر أكتوبر الحالي، وبتستمر النواة لنهاية شهر ديسمبر. أول نوة بتيجي على اسكندرية هي رياح الصليبة، بتبدأ في يوم 20 أكتوبر وبتستمر لمدة 3 أيام. طبعا بتصاحبها رياح نشطة. وبعد كده بتيجي نوة المكنسة اللي بتبدأ في يوم 16 نوفمبر، ودي طبعا من أشد النوات اللي بتيجي على اسكندرية. طبعا بتيجي في فصل الخريف، بترافقها أمطار ورياح شمالية وبتستمر لمدة 4 أيام. بعد كده باقي نوة المكنسة بتبدأ في يوم 22 نوفمبر وبتستمر لمدة 4 أيام مع أمطار غزيرة. بعد كده نوة قاسم تضرب اسكندرية يوم 4 ديسمبر وبتستمر لمدة 5 أيام مصحوبة برياح وعواصف شديدة. بعد كده نوة الفيضة الصغرى اللي بتبدأ في يوم 19 ديسمبر وبتستمر لمدة 5 أيام. طبعا فيها أمطار غزيرة وارتفاع في أمواج البحر. وبعد كده بتيجي بقى نوة عيد الميلاد يوم 28 ديسمبر، وبتستمر نوة عيد الميلاد لمدة يومين بس. طبعا بتصاحبها بقى أمطار شديدة. طبعا بتأثر النواة على اسكندرية في إغلاق بعض الموانئ البحرية وارتفاع منسوب مياه الأمطار في الشوارع. طبعا ده بيستدعي تكثيف جهود شركات الصرف الصحي والأجهزة التنفيذية للتعامل مع أي تجمعات مائية. كمان بتأثر على حركة الصيد والملاحة البحرية بسبب ارتفاع أمواج بشكل ملحوظ.